في شباب وبنات كتير بيعانوا من مشكلة العادة السرية. في اللي يقول لي انا بطلتها 6 شهور ورجعت لها تاني، وفي اللي يقول لي انا بطلتها سنة ورجعت لها تاني ومش عارف يعمل ايه. نفسهم يبطلوها وعندهم عزيمة ان هم يبطلوها، بس للاسف بيرجعوا لها تاني. لو عايز تعرف ازاي تبطل العادة السرية ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة واسمع الفيديو ده لحد الاخر. معلش هيبقى طويل بس لازم تسمعه لحد الاخر. اول حاجه لازم يكون عندك هدف محدد. هل انت بتبطلها ليه؟ بتبطلها عشان بتضعف جسديا، ولا بتبطلها عشان بتخلي العلاقه مش كويسه، ولا بتبطلها عشان ايه بالظبط؟ لازم يكون عندك هدف محدد انت بتسعى ليه، ولازم يكون هدفك مرضات ربنا سبحانه وتعالى. يكون هدفك انك مش عايز تعصي ربنا سبحانه وتعالى في الخلوات. يكون هدفك ان انت مش عايز تخلي ربنا سبحانه وتعالى غضبان عليك. يكون هدفك مرضات ربنا سبحانه وتعالى. لو خليت هدفك مرضات ربنا سبحانه وتعالى، كل الشيطان ما يجي يوسوس لك هتقول لا عشان ده حرام. فلازم تكون عارف ان هي بتغضب ربنا سبحانه وتعالى. فده اول هدف لازم تكون حاطه، ان هو ترضي ربنا سبحانه وتعالى. وتاني حاجة هو وقت الفراغ. لازم ما يبقاش عندك وقت فراغ خالص. حاول اشغل نفسك برياضة، اشغل نفسك بمجلس ذكر، اشغل نفسك بقراءة قرآن، بحفظ قرآن، بأي حاجة. اشغل نفسك بشغل، بأي حاجة لازم تشغل نفسك. ما تخليش عندك وقت فراغ نهائي. لو خليت عندك وقت فراغ هتخلي الشيطان يجي يوسوس لك ويقول لك ما تيجي نجرب، ما تيجي نعمل، ما تيجي نرجع لها، وهتتعب وانت اللي هتندم في الاخر وهترجع تقول يا ريتني ما عملتها. تالت حاجة بقى واهم حاجة هي المشاهد الإباحية، أو أي مشهد عامة أو أي منظر في الشارع. لازم عليك إنك تغض بصرك. ومش معنى إنك تغض بصرك في الشارع بس، لا، تغض بصرك على تليفونك، تغض بصرك على المواقع بحالها. لو عندك موقع امسحه، لو عندك فيديو وحش امسحه. ابعد عن المواقع ديت عشان بتسبب الفقر وبتسبب غضب ربنا سبحانه وتعالى. خليك عارف مقولة أحد الصالحين: ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات. يعني ما تنساش ان الذنب بتاع الخلوه ده هو اللي بيسبب لك الانتكاسه. لازم عليك انك تغض بصرك عن اي موقع او مشهد يثير شهوتك تخليك ترجع للعاده دي تاني. يبقى تالت حاجه لازم عليك تغض بصرك. ورابع حاجه بقى واهم حاجه انك ما تقعدش تفكر فيها كتير. ما تقعدش تحكي لصاحبك انا مبطلها بقالي 6 شهور، وبطلها بقالي شهرين، بقالي 3، انا وحش وخارق. لا، انت ولا وحش ولا خارق، انت ضعيف. ولازم تحترم ضعفك. انت ضعيف في اي وقت ممكن ترجع لها، بس انت ما تقعدش تحكي فيها. لو حكيت فيها هتفكر نفسك ان انت مبطلها من نفسك، اما انت مش مبطلها من نفسك، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي من عليك وخلاك تبطلها. لازم تحترم ضعفك وضعف شهوتك وتعرف ان انت انسان ضعيف. فعشان كده ما تقعدش تحكي فيها، لان حكيك فيها بيخليك تفتكرها كتير. وقت ما تفتكرها هتعوز تسمع موقع عشان يصير شهوتك، وبعد ما تسمع موقع للاسف هتعملها، وبعد ما تعملها هترجع نفس الكرة في الاول خالص. فلو رجعت نفس الكرة هترجع تندم تاني وترجع تدور على الفيديوهات ازاي ابعد عنها. ما انت السبب، انت السبب اللي عم مفكر نفسك قوي، لا انت ضعيف. خامس حاجة بقى واهم حاجة لازم تعرف حرمانيتها عند ربنا سبحانه وتعالى. العادة السرية من كبائر الذنوب، لانك بتعصي ربنا سبحانه وتعالى في الخفاء، ما حدش شايفك الا ربنا سبحانه وتعالى. وخليك عارف ان ذنوب الخلوات هي اصل الانتكاسات. وبالنسبة بقى للشباب اللي تقول ان هي لها فوائد، فانا بفكرك ان الخمر برضه ليه فوائد. ربنا سبحانه وتعالى قال على الخمر: واثمهما اكبر من نفعهما. معنى كده ان الخمر ليه نفع، بس ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر زيها زي العادة السرية برضه. زي ما لها اضرار ليها نوافع، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرمها، فنبعد عنها خالص. بس كده، اتمنى اكون فدتكم بحاجة، وما تنساش تصلي على النبي. سلام.